والمغرب بالنسبه لكتير من الجزائريين، انا بقول كتير جاي تحويض يعني عشان ما اقولش كل يعني، المغرب بالنسبه لكتير من الجزائريين هم صهاينه واسوأ من الصهاينه. فلما جت البطوله دي، انا ليا اصدقاء هنا جزائريين وليا اصدقاء مغاربه، لكن انا ما لاحظتش هذه الكراهيه من الجزائر من المغرب تجاه الجزائر خالص. يعني ما لاحظتهاش والله بامانه. المغاربه طيبين وناس لطيفه كده جدا، وتعاملهم يعني ناس طيبين جدا جدا جدا. ولكن لاحظت انه الناحيه الثانيه لو جيت عند جزائري وقلت له المغرب على طول بس هتسمع كلام مش كويس. فلما جت الجزائر خرجت من اعتقد نيجيريا تقريبا، كان الجزائريين اولا الجزائريين متعصبين جدا للكوره جدا. يعني بص، الجزائري ما يشوفش قدامه، متعصب تعصب لفريقه بشكل غريب وعصبيين جدا. فخرجوا الجزائر خرجت اتهزمت 2-0. فانا اصدقائي المغاربه عشان انا اكبر منهم سن وبيحبوني جدا، اصدقائي الجزائريين، فانا ما يعرفوش يتكلموا معايا. فانا وقفت معاهم وبقول لهم يا جماعه، طب انتوا زعلانين ليه؟ خرجنا يا استاذ، خرجنا. قلت له طب ماشي، انت لعبت كوره؟ لا. طيب ما لعبتش كوره، زعلان ليه؟ فجاه كده، فجاه احنا بنتكلم على ماتش نيجيريا والجزائر، فجاه كده يا ربي ما تفوز بيها المغرب. والتاني يقول لي والله يا استاذ لو فازت المغرب بالبطوله انا هتشل. يا عم احنا لسه فين البطوله النهائي لسه. ففهمت ان الجزائريين ما بيطيقوش المغاربه ومش عايزين المغاربه تاخد البطوله. انا فهمان دي جدا جدا. لا خلاص، انا عرفت الجزائريين لو قابلت 10 جزائريين ال8 منهم بيكرهوا المغرب عمى. العكس صحيح، لما تقابل مغاربه هتلاقي مش دماغهم الموضوع اصلا. بس يعني اوكي، ده اللي انا شفته، دي حدود دايره الضيق. فانا فهمت لما شفت الجزائريين طالعين كده بيحتفلوا في الجزائر بمواكب سيارات وكأن الجزائر يعني خدت البطوله، فهمت يعني.